On a fait un bon match. On a joué contre une grande équipe. وغنشجعوهم وإن شاء الله خير. ولا ما كتبش غنقاتلوا معاهم. بالفيديو تصريح خطير من وليد الركراكي في أول ظهور بعد الهزيمة الثقيلة للابؤات الأطلس أمام فرنسا، يكشف المؤامرة ويفجر مفاجأة صاعقة ستهز المغاربة. شاهد ماذا قال. ولكن إذا كنت تتفق معي بأن المنتخب المغربي تعرض لمؤامرة اليوم وخسارته لم تكن طبيعية، فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو وعطر فمك بالصلاة على رسولنا الكريم. للأسف انتهت مباراة المغرب ضد فرنسا قبل قليل في ثمن نهائي كأس العالم للسيدات، وذلك بهزيمة ثقيلة وكبيرة للمنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي. هذه الخسارة أثارت الجدل وهزت العالم، لكن ما هز العالم أكثر وهو تصريح وليد الركراكي قبل قليل للإذاعة القطرية بعد هذه الهزيمة. وقال وليد وهو يذرف الدموع: أقسم على أن هذه الهزيمة كانت بفعل فاعل، فأنا عشت في فرنسا وأعرف جيدا هذا القوم وكيف يكرهون كل ما هو مغربي، وشاهدنا جميعا قبل شهور ما تعرض له من سوء ابننا سعد المجرد ثم أشرف حكيمي من فرنسا، وكذلك هزيمة منتخبنا الوطني الأول في مونديال قطر أمام فرنسا، والآن لبؤات الأطلس. فهذه الهزيمة لم تكن طبيعية أبدا، وهناك مؤامرة كبيرة لفقت لسيدات المغرب، فشاهدنا جميعا الأداء المبهر الذي قاموا به اليوم، لكن رغم ذلك انهزموا بهزيمة ثقيلة. لكن أنا هذه المرة لن أسكت أبدا، وأقسم على أنني سأفضح كل من له علاقة بهزيمة منتخبنا النسوي، وسأرفع دعوة للمحكمة الرياضية الآن على الفور. ثم انصرف وليد الركراكي وهو غاضب. وفي النهاية إذا كنت تتفق مع كلام وليد الركراكي فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.